السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل فيديو مع بعض بقى جميل قوي ويعني فيديو حلو قوي وهينفعك وفي نفس الوقت موفر لكي وحاجة حلوة هتعملها للعيال في البيت وضامنة انت عاملاها ازاي. النهارده عملنا بقى بانيه المحلات بالشكل ده. صدر الفرخه عمل لي الكميه دي عنها في التلاجة، وهنا انا عمله لي اهوت وطالع معايا جميل بسم الله ما شاء الله عليه على القرمشه بتاعته حلوه قوي. انا مش هنتكلم كتير على الفيديو، يلا بينا على الوصفه. قبل ما نروح للوصفه ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه. نبدأ بقى نحط ايه، معلقة ملح بالشكل ده وتوابل فراخ بالشكل دوت. خلي بالك يبقى انا حطيت فلفل اسمر وملح وتوابل الفراخ. حطينا ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ، ونحط معلقة صغيرة توم، معلقة صغيرة بصل بودر بالشكل ده، ومعلقة صغيرة ايه من الكاري بالشكل ده كده. اقول بقى ايه التوابل. انا حطيت الفراخ قطعتها وحطيتها عليها نص كوبايه الا ربع فيجيتار بتاع الفراخ، وحطيت كاري وملح وفلفل اسمر، معلقه صغيره توم ومعلقه صغيره بصل بودر ومعلقه فلفل وبهارات فراخ. ومعانا كمان علشان تنفشها كده تبقى زي اطياب نص معلقه صغيره كمان من البيكنج باودر. طبعا انا حطيت التوابل بتاعتي وحطيت كله علشان نضرب كله مع بعض ونتاكد ان كله إيه يعني الفراخ اخدت ايه من التوابل كويس. هضربها بقى وارجع لكم تاني. هنا بقى يا بنات ضربناه في الكبه اهو الخليط بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله. شايفين الكميه؟ ولا عملنا له اي اضافات ولا بطاطس مهروسه ولا اي حاجه. بحس ان هو ما بيبقاش بقى واخد ايه، الفراخ مش بتبقى باينه فيه كده، ولا حاطين عليه بيض ولا اي حاجه. ابدا بقى اشكله، ناخد كده الكره كده، ابدا اشكله معايا كده بالسمك اللي انت عايزاه بقى، السمك اللي انت عايزاه. ابدا بقى اديله شكل ايه، اطياب. تمام. اعمله بسحبه من قدام كده. تمام. وابدا ارص هنا كده. انا عملت السمك ده يا بنات، انت لو عايزه تقللي السمك قلليه، ايه ده ايه تبع ايه براحتك. تمام يا بنات. ناخد قطعه تانية نبدا نشتغل فيها. حاجه كده نظيفه تعمليها في البيت لولادك، وبصدر فرخه هتملي البيت خير، ولا في بطاطس بقى مهروسه ولا الكلام اللي بيتحط عليه الاضافات ده ولا اي حاجه. مكونات بسيطه جدا وحلو قوي، يطلع معاكي باذن الله جميل، وجربيه بالطريقه دي تطلع معاكي حلوه. ابدا بقى ايه اخلص الكميه كلها بالشكل ده كده. اديله سحبه من قدام كده عشان ايه يديكي شكل ايه الجاهز. تمام بنات. متنسوناش بقى في لايك وكومنت كده حلو منكم،
ربنا يجعلكم نعمة في حياتي كده دايما يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اذكروا الله، لا إله إلا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالشكل ده نعمل منه بقى الكمية وتعبيها في تلاجتك، يبقى سهل لكي. وعلى فكرة أنا بحب الحاجات دي، من ضمن الحاجات اللي بحب أفرزها ويعني أستعملها معايا لو في مصيف أو حاجة. الحاجات دي بتبقى سهلة قوي وبتوفر عليك وقت كبير قوي في الأماكن دي. تمام، أخلص بقى الكمية ونرجع نشوف هنعمل إيه. أنا معايا هنا الكريسبي، في منه 3 انواع، في منه خشن قوي، في وسط، وفي ناعم خالص. انا جايبه منه الوسط. تمام، نبدا بقى ناخد القطعه ونبدا نغلفها كده. طبعا انا كده بشمعها، يعني انا هعملها واسيب الحته وارجع اعملها اديها تاني. تمام يا بنات، بالشكل ده كده. يعني لو ما لقيتيش خشن ممكن وهو في الكيس كده بايد الهون وتقومي منعماه شويه، لو ما لقيتيش من النوع اللي هو الوسط ده. تمام، ابدا بقى اديله كده كده. انا بديله تشميعه، لسه هنزله فيه تاني. تمام يا بنات، عشان الخشن دوت يعني ما بيشيلش معاكي في الحته قوي، ولما بتيجي تحمريه بتلاقيه كله نازل في الزيت معاكي. فانا بفضل اللي هو الوسط، خير الامور الوسط. تمام كده، انا بديله تشميعه وارجع احطه تاني عشان يبقى الغلاف بتاعي متشال وحلو. خلصت الكميه بقى يا بنات اهي، بسم الله ما شاء الله عليها. بصدر فرخة عمل لي الكمية بانيه المحلات. تمام يا بنات. وهنا معايا بقى هنا حلة على النار، حطيت فيها زيت. انا عايزة الزيت بتاعي يبقى سخن، مش يعني مش مقدوح قوي. تمام يا بنات، هو بدأ ياخد معايا لون حلو يا بنات. بسم الله، اقلبه بقى على الجهة التانية بالراحة كده. الزيت يبقاش حامي، يعني ما تسيبوش يسخن معاكي او يبقى سخن. تبداي توطي النار علشان برضو يستوي معاكي من جوه. تمام، بعد كده نعلي عشان ياخد القرمشه الحلوه اللي احنا عايزينها. خلصنا بقى القليه يا بنات. انا شايفين الخروشه بتاعته، بسم الله ما شاء الله، جميل حلو قوي اهو. شايفين الخربشه بتاعته ما شاء الله عليه، مستوي من جوه زي الفل من جوه ما شاء الله عليه اهوت. هو سخن بس انا مش عارفه افتحه بالطريقه ديت، ما شاء الله عليه. هنا بقى يا بنات بقيه الكميه بتاعتنا طبعا هنرصها في علبه في التلاجة بالشكل ده كده. حاجه نظيفه عاملاها في البيت وعارفه مكوناتها ايه بالظبط، وعارفه انت عاملاها ازاي. تمام، ابدا اجيب اي كيس كده. دي من ضمن الحاجات برضو لو في المصيف او حاجه، دي من ضمن التحضيرات بتاخديه معاكي، بسهل عليكي حاجات كتير قوي حسب بقى الاسره. بتطلعي تعملي وتعيني بقيه الكميه من صدر الفرخه. عملنا الكميه ديت بسم الله ما شاء الله عليها، طلع معانا جميل ما شاء الله عليه. حلو قوي وما اديتلوش اي اضافات الا التوابل، والتوابل بتاعته بسيطه وسهل قوي. جربيه باذن الله يطلع معاكي حلو قوي. كده يا بنات الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان عجبكم متنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه. بحبكم في الله، احلى متابعين.